كلمتين وبس. حلقة بعنوان عقول مختلفة، قلوب متفاهمة. أين السر في السعادة الزوجية؟ أحلى حاجة في الزواج إنك تتعلم من الأخطاء وتكبروا مع بعض. يعني لو غلطنا نصحح الغلط ونتعلم عشان حياتنا تبقى أفضل. الأساس هو الحب والاحترام. الحب والاحترام هما الأساس في العلاقة الزوجية. لو في احترام متبادل وحب حقيقي هيكون عندنا حياة زوجية أقوى وأحسن. كمان نحترم قانون المحاولة والخطأ، ده من أقوى القوانين اللي بتساعدنا ننجح في زواجنا. كلنا بنغلط، اللي يفرق هو إننا نكون مستعدين نصلح أخطائنا. مش مهم إن مفيش خلافات، المهم إن لما يحصل خلاف تقدروا تتعاملوا معاه صح. ده اللي بيخلي العلاقة تستمر وتبقى أقوى. وإزاي نفهم بعض؟ لو فهمنا سيكولوجيا الرجل والمرأة أو الاختلافات الطبيعية العامة اللي ربنا خلقها بين الرجل والمرأة، هنبقى قادرين نفهم بعضنا بشكل أفضل. يعني كل واحد يعرف التاني إيه اللي يهمه وإيه اللي مش بيعجبه. اللي لازم نفهمه في الأول، لو عايزين نبني علاقة صحية ومتفاهمة لازم نعرف وندرك اختلافات الرجل والمرأة الطبيعية. فهم السيكولوجيا كل طرف مهم جدا عشان نعرف نتعامل مع بعض كويس. الاختلافات في الطريقة والتعامل والتكامل بين الزوجين، الرجل والمرأة ممكن يكون ليهم نفس الشخصية أو الصفة، لكن كل واحد منهم بيظهرها بطريقته الخاصة. وكلما قبلوا اختلافاتهم هيقدروا يتكاملوا مع بعض أكتر. كمان نمط التفكير المختلف بين الرجل والمرأة، لو عايزين نعيش حياة مع بعض في تناغم لازم نفهم طريقة التفكير المختلفة بين الرجل والمرأة. الرجل ينظر للأمور بمنظور عام، المرأة بتنظر لكل الأمور بمنظور تفصيلي. وبيقولوا الراجل يستخدم التلسكوب والمرأة بتستخدم الميكروسكوب، بمعنى إن الرجل غالبا بيشوف الأمور بنظرة شاملة، المرأة بتهتم بكل تفاصيل الحدث أو الموضوع. الاختلاف في طريقة النظر للأمور، مثلا لو اتنين حكوا عن موقف مروا بيه، الراجل غالبا بيقول النتيجة النهائية ويختصر الموضوع، بينما المرأة تبدأ بتشرح وتفسر في كل جزء من الحدث. كمان الاختلاف في طريقة السرد، الراجل يميل للاختصار والتركيز على الخلاصة، المرأة بتطيل وتشرح التفاصيل الدقيقة لأنها بتهتم بكل جزء من الموقف. المطلوب احترام طريقة التفكير المختلفة. عشان العلاقة تكون صح لازم كل واحد يحترم طريقة التاني المختلفة. مش لازم ننتقد أسلوب التاني لأن ده شيء طبيعي، كل واحد ليه طريقة مختلفة في التفكير. كمان التكيف مع اختلاف الآخر، من أهم مفاتيح الزواج أو النجاح في الزواج هو التكيف مع اختلاف أسلوب تفكير الطرف الآخر. لما نتعلم نسمع ونحترم طريقة تفكير الآخر هنعرف نعيش مع بعض بسلام. الخلاصة، الزوجين اللي بيقدروا يفسروا الاختلافات بين بعض ويقبلوها هما اللي بيقدروا يعيشوا علاقة متفاهمة ومستقرة. وكل واحد فينا عنده أسلوبه وطريقته، ولما نتعلم نحترم ده هنعيش مع بعض بتفاهم وتكامل. الخلاصة، الاختلاف بين الرجل والمرأة مش حاجة سلبية أو معوقات، لكن هي جزء طبيعي من تكويننا. لما نفهمها ونحترمها هنعرف نعيش حياة زوجية مليئة بالتفاهم والاحترام. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.